بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يفهم سليمان فهمنا، اللهم يعلم آدم علمنا ما بدأ. ما زلنا مع سيدنا عبد الله الحداد رضي الله عنه وأرضاه، وصلنا إلى الفصل السادس عشر. يقول الشيخ: وقد ينظر بعض الطالبين للحق والسالكين لطريق الله تعالى إلى كثرة العلوم والأعمال وكثرة الطرق إلى الله تعالى. قد يحدث هذا عند السالك أن تختلط عليه الأولويات. من أين يبدأ؟ قال الشيخ: كثرة العلوم من أين يبدأ؟ ما هو العلم الأولى أن يبدأ به؟ كثرة الأعمال، أعمال كثيرة جدا. يصلي الضحى، يقوم الليل، هل يصوم، هل يبر بالوالدة، هل يسير، هذا يفعل. وكثرة الطرق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، لأن العلماء يقولون أن طرائق الله بعدد خلائق الله. إذا شكينا عن الله كان عن الله هو طريق يوصل إلى الله. عدد الطرق توصل إلى الله بعدد خلائق الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان لا يحتقر ولا يحجر. بعض الناس والعياذ بالله يحجرون. الله تبارك وتعالى فضل ربي واسع، رحمة ربي واسعة. طرق الله لا توصل إلى حضرته سبحانه كثيرة جدا، وذلك هو يحصلها في واحدة أو اثنين أو كذا أو في شيخ واحد. لذلك فضل الله تبارك وتعالى واسع فيما تضيق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي الذي قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أعرابي لقد حجرت واسعا، لقد حجرت من واسع. ثم قال الشيخ: فلا يدري بأيها يأخذ ولا أيها يسلك. لا يدري بأيها يأخذ ولا في أيها يسلك، وربما يقف عند ذلك ويتحير. فيقول الشيخ: فعلى من وقع له مثل هذا أوشكه أن ينظر، فإن كان تحت نظر شيخ عالم عارف محقق وجب عليه اتباعه، كما قال ابن عاشر: يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك يذكره الله إذا رآه ويقرب العبد من مولاه. إذا الإنسان أكرمه الله عز وجل بشيخ مربي، الحمد لله أكرمنا بشيخنا قدس الله سره وأخذ الله في شيخنا الحسن هو محمد حسبه أنه مرشد كامل وعارف محقق. فنحن إن شاء الله لا لسنا داخل هذا الكلام، ولكن نتكلم. يقول الشيخ: تحت نظر شيخ عالم عارف محقق وجب عليه اتباعه، ولزمه أن يأخذ ويعتمد ما يشير إليه ويعينه له من علم أو عمل. ما يعينه له من علم أو عمل. بعض الوالدين يقول: والله يا شيخ بعيد علينا 1700 كيلو، أنا كيف شاوروا له؟ يعني طبعا هذا بحسب قربك من الشيخ. المريد الحقيقي لا يلتفت عن شيخه ولا يطرح شيخه عنه. أنت هنا وتستشيره، تأتيك الإجابة. تستشيره الآن في هذه اللحظة، الآن تأتيك الإجابة. دون تليفون، دون إيميل، دون أنترنت، لا دخلنا مثلا رسائل دخلنا لم تثبت ولا عبرة بها. وضع. فقال: فلزمه همة الشيخ، لأنه همة الشيخ مع مريده. إذا كنت في حيران ولو في مسائل تجارة ومسائل زواج ومسائل كذا وأنت متردد استحضر الشيخ، تأتيك الإجابة. إما أن تأتيك عند الرؤيا إذا كنت ضعيف، وإما أن تأتيك يقظة. نعم. قال الشيخ: عارف محقق وجب عليه اتباعه، ولزمه أن يأخذ ويعتمد ما يشير عليه ويعينه له من علم أو عمل. وإياك أن تتنكب عن الشيخ، وإياك أن تخالف ما يأمر. نعم. قال الشيخ: يجب عليه الاتباع، ولزم أن يأخذ ويعتمد ما يشير إليه ويعينه له من علم أو عمل أو حال أو طريق في دين أو معاش، وذلك يكفيه ويغنيه. وإن كان ليس في نظر شيخ أصلا أو في نظر شيخ ليس العدم فيما وصفناه، فليعلم أولا أن من العلوم والأعمال ما هو مفروض على الأعيان،
علم العقيدة والتوحيد هو الذي يعصمك من الزيغ حتى لا تقع في زيغ المجسمة، حتى لا تقع في زيغ المعتزلة، حتى لا تعتقد ما لا يصح اعتقاده. لابد من دراسة المقررات كما البراهين السدوسية، جوهر التوحيد وغيرها. ولا بد منه لكل أحد، وذلك علم الإيمان الذي يحصل به الإنسان معتقدا. ومن علوم الإسلام كالطهارة والصلاة والصيام وما معنى ذلك. التوحيد ثم الفقه قال ابن عاشر أسهل المسالك أقرب المسالك. لا ندرس مفصل خالية الحقنا باب الرمان ثم نرى باب الشريعة باب البيوع الربع الأخير مفصل خالي مثلا واضح. سيدرس الأشماوية يدرس كذا واضح. لابد أن يعرف كيف يصلي، كيف يتوضأ، كيف يغتسل، ما هي نواقض الغسل، ما هي واجبات الصلاة، ما هي أركانها، ما هي مدخلاتها، كيف يركع صلاته، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يزكي، كيف وهكذا. الصلاة والصيام وما معنى ذلك. فهذا لابد للإنسان من علمه وعمله كائن من كان. هذه الأمور التي ذكرها العلماء واعتبرها أهل العلم بأنها من الفروض العينية. معنى فرض عيني معنى لابد أن تطلبه وتأتم إن لم تطلبه، لأن صلاتك لا تصح إلا بطلبك لعلم الوسائل والمقاصد، فلا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذا لابد للإنسان من علمه وعمله كائن ما كان. فإذا فرغ من ذلك فليأخذ من العلوم والأعمال والطرائق والأحوال ما يراه أنسب لحاله. شوف الشيخ كانوا يقسمون الإسلام كما جاء حديث جبريل، الدين كله في حديث جبريل عليه السلام. هذا رواه البخاري وغيره. لما جبريل قال ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإسلام، ما الإحسان. الإيمان المعتقد، التوحيد، علم العقائد، علم أصول الدين. الإسلام العام الظاهر من الصلاة ومن الصيام ومن الحج وغير ذلك من الزكاة، هذه كلها متعلقة بالفقه الإسلامي، العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية اللي هو الفقه الإسلامي. وعندنا الإحسان هو التصوف، علم التزكية، علم الزكاة، علم التزكية، علم الطهارة، علم تطهير القلب، علم التصوف، علم السلوك. فلا بد الإنسان من هذا وهذا وهذا. لا يكفي أن يكون عالما في التوحيد وهو جاهل كيف لا يعلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يحج، ما يصح هذا. كذلك إن كان معتقد يعرف كيف يعتقد وما يجب أن يعتقد في ذات الله وفي الأنبياء، وما ثبت من السمعيات من عذاب القبر ومن المحشر ومن الجنة ومن النار وغير ذلك، هذا لا يكفي وهو غير سليم القلب. لابد أن يسلك طريق التصوف واللي هو الإحسان. قال الإيمان، قال الإسلام، قال الإحسان. شو الإحسان؟ التصوف أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال الشيخ طرائق الأحوال يراه أنسب لحاله وأجمع لقلبه وأقرب له إلى رضا ربه، ولا يخفى عليه ذلك مهما كان صادقا في قصده ورغبته وطلبه لله تعالى وطريقه. وعند ذلك يختلف السالكون والطالبون الحق في ذلك اختلافا كثيرا، فبعضهم يصلح له ويحسن به هذا الأمر، وآخر يصلح له أمر آخر، وهذا يصلح له هذا العلم، وآخر يصلح له علم آخر. لذلك أنت في الأزل الله تبارك وتعالى خير لك الشيخ الذي يسلكك والذي يأخذ بيدك. كل مفتاح. أنا كنت الآن مفتحت على سيارة توالد، صح ولا لا؟ مفتح بها إيرتاف ولا سيمبورس، مفتح بها صح، مفتح بها. المفتاح يكون خاص بالسيارة معينة، مع أنه سيارة عظيمة، لكن أنت تفتح سيارة أقل. كذلك هي سيارة أقل، أنت تفتح سيارة هكذا. هذه مشاكل. فأنت الذي يصلح لك هو الشيخ الذي أخذت عنه والذي اطمأن قلبك أنه هو الذي يأخذ بيدك. ما يمكن أن يصلح غيره. قال الشيخ وآخر يصلح له علم آخر. وكذلك في الأعمال. وكم من طالب تصلح له العزلة ويستقيم فيها حاله. بعض الناس لا يصلح أن يخالف الناس. يخاطب الناس ينحرف ويغضب ويضرب ويولي يبتز ويحب الدنيا. ينزل ويبتز. دخل لا يصلح يعني على الناس ويصلحهم ويدعوهم وينصحهم، فهو بالعكس
هذه نفسيته كذا وهذه نفسيته كذا، هذا يصلح له هذا الدواء وهذا يصلح له هذا الدواء. ترى مطرح الطبيب. الشيوخ المربون المرشدون المسلكون هم كالأطباء، يعطيك الدواء بحسب مرضك، بحسب المرض والداء الذي أنت فيه. قال الشيخ: وطالب لا يصلح له إلا التسرد عن الأسباب، وآخر لا يصلح له إلا التلبس بها، وكذلك في السفر والإقامة وغير ذلك من أحوال الأمور متغيرة. فإذا أخذ السالك بما يراه أصلح له وأنسب وأقرب له إلى ربه ونيل القرب منه، فلا ينبغي له أن ينكر ويعادي من يخالف حالته وعليها. فلن يقع عند بعض طلبة العلم حتى بعد متسبب التصوف يحجر على نفسه يقول لك هذا كذا، ولو كان على شيء أو على طريقة معينة، وكان هذه ولا ما عداها كلها لا شيء. هذا هو علم الاعتقاد. من التصوف في هذا؟ التصوف الذي يحتقر، والتصوف الذي يدعي التصوف ويحتقر غيره، سبحان الله. أين التصوف هذا؟ المتصوف هو الذي يذم نفسه، هو الذي يحتقر نفسه ويذل نفسه ويلوم نفسه، بالعكس. فهذا جاهل. والطريق الذي هو سالك لها من الأحوال والطرائق المرضية في الشرع المشهود بصحة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكونها ليست الحال هو لطريقه. فإن الله تبارك وفي الله فإن الله سبحانه وتعالى له الحمد جعل لكل علم عاملا ولكل طريق سالك ولكل مقام وحال أقواما يقومون به ويأخذون فيه، لا يصلح لهم إلا ذلك. إنسان لا يصلح له إلا هذا المقام. أين تعرف هذا؟ في ذلك السر والأسرار الوحيد يطول النظر فيها ويتعسر الوقوف عليها إلا على أرباب البصائر والسرائر من الناظرين بنور الله تعالى الراسخين في العلم المكاشفين بالأمور الغيبية من حضرة الله تبارك وتعالى. وأيضا فعلى السالك أن ينظر، فإن كان من حين إذا نظر في العلم والعمل والطريق والحال الذي ليس هو سبيله يجد ذلك تفريقا لقلبه أو تشويشا لأمر سلوكه، فليمسك عن النظر في ذلك ولا يعرج عليه أصلا. وإن كان ليس تفريقا ولا تشويش فلا بأس أن ينظر فيه. بعض الناس لا يصلح لهم أن يقرأوا كتب التصوف، لا يصلح لهم ذلك، لا يصلح لهم إلا أن يذكروا الله تبارك وتعالى فحسب، ويدخلوا يتكلم عن الفناء ويتكلمني على كذا، ما يصلح هذا الشيء، لأن أصلا أنت لا تذوق ذلك الشيء، فيصبح ما تقرأه فتنة لك. لكثير من الشيخ الذين ينهون عن قراءة كتب الشيخ الأكبر مع أنهم من كبار العارفين بالله، أجمع أهل الله بأنهم من العارفين بالله، إنما شد من أهل الظاهر الذين كفروه، وإنه من كبار العارفين بالله الشيخ الأكبر رضي الله عنه. ولكن مع ذلك لا ينصحون الطلبة والمريدين بدراسة كتبه حتى فهموها، لأنه كان يتكلم في حال عظيم، في حال الغيبة. فلا بد على الذي يقرأ أن يكون في نفس حالها أو مقارع أو يذوق ما ذاق هؤلاء القوم. وليعلم أن مثال هذه العلوم والأعمال والطرائق في كثرتها وكونها صالحة للناس كلهم في الجملة، وأن كل أحد منهم يصلح له شيء منها ويضره به شيء آخر أو لا يصلح له مثله. من مثال ذلك المائدة تقدم عليها أطعمة كثيرة ليختار كل الحاضرين لها المدعوين إليه ما يناسبه ويعجبه. كذا يقول القرعة هذا ما يمشي القرعة هذا كذا، هذه ما أمزجت الناس. يمكن يقول الله خلق الناس مختلفين في أمزجتهم، في طبائعهم، في أحوالهم، في مقاماتهم، ليختار كل واحد من الحاضرين لها والمدعوين إليه هذا يناسبه ويعجبه ويصلح لمزاجه ويدعو ما سواه، فإنه يصلح لغيره من الحاضرين ويوافقه. ومثال الأسواق تجمع فيها البضائع الكثيرة والسلع المختلفة، فإذا دخل الإنسان إليها طلب الحاجة التي تصلح له وتناسبه وترك ما سوى ذلك لغيره، وليس له أن ينكر ولا أن يستثقل تلك البضائع والأشياء الموجودة في تلك السوق كونه غير محتاج إليها ولا راغب فيها، فإنه ما هو الناس كلهم حتى لا يريد ولا يرغب أحد فيما لا يريد هو ولا يرغب فيه. فإذا عرفت مقصود الترتيب المائدة وبالسوق بما فيها من مثل الأطعمة والأمتعة، وأن ذلك يكون بكافة الحاضرين به ما يرغب كل أحد منهم ما يرغب فيه مما يوافقه ويصلح له، فاعلم أن الناس ينقسمون في ذلك إلى 4 أقسام. قال الناس ينقسمون إلى 4 أقسام. الأول هو الذي أرى
من غير أن يستثقل ولا أن يرغب فيما عدا ذلك، وهذا هو العاقل النجيب المتسع في المطر. كثرة الطرق وكثرة الأحوال وكثرة العلم هو خير ما يوفي الله. ما يمكن تأخذ كل العلوم، ما يمكن تأخذ كل الأذكار، ما يمكن تأخذ كل ما فعل الأوائل، ما يمكن تأخذ ما يصلح لك أنت في نفس المقام الأساسي. الثاني هو الذي يأخذ ما يصلح له ويكره ما عداه ويظن أن أحدا لا يرغب فيه، وهذا فيه غباء وقصور نظر كما بعض الطرق عندهم الخلوة. بعض المريدين منهم يحتقرون غيرهم، يظنون أن هذه الخلوة عندهم فيها مزية. الخلوة هي وسيلة توصل إلى الله. من الأولياء من يصلك بالنظرة يحتاج إلى خلوة. كيف أنت تحتقر غيرك؟ هذا جاهل. شاب صرع في هذا الأمر، لا ما فيش. تقول أنت مفتاحك هذا الشيء، لا كذلك. إذا تحتقر غيرك ما يصلح وليس التصور في شيء. الثالث هو الذي يرغب في جميع ما يراه بما يصلح له ويوافق ما لا يصلح، يأخذ كل شيء. ما يصلح لك هذا، لا يصلح لك هذا، فتراه قد يرغب فيما لا يصلح له ولا يحسن به، ربما رغب في هذا وقتا في غيره وقتا آخر، وهذا فيه غباء وفضول من غير بصيرة. تصيبك النحلة هذه ينتقل من غرزة إلى غرزة ولا يأخذ شيئا. السالك إلى الله اختار الطريق، اختار هو الطريق. كي تركب خلاص ما تدرس القطار، تدرس القطار أخذ في الوقت، أخذ في الجهد. تحكم القطار خلص النية مش على ضغط الله ديستيناسيون خلاص بس لك تمشي. أنا نحب طبعا هذا الخير تجيب يوم الإنسان عمري وتعطل في الطريق. هذا الدقال يتحدث قال الشيخ هذا كذا بغريب ولا أيها يأخذ فطره منتبه متحيرا مدهوشا. وهذه الأحوال مطابقة لهذا التقسيم قد تقع بغير بعض الناظرين في العلوم والأعمال، مثل في العلوم مثل في الأعمال. ثم يأخذ شوية فقه ويأخذ التوحيد، ما قرأ الفقه كامل، ما قرأ التوحيد كامل، ما قرأ التصوف كامل، ما قرأ علم القرآن هو كامل، ما قرأ التجويد كامل، ما قرأ المصطلح كامل، ما قرأ الرواية كامل، ما قرأ لا يقرأ شيء. أخذ من هذا وهذا كالنحلة. في العلوم والأعمال والطرائق والأحوال والمتغيرة فترى أحدهم يرغب في كل شيء وآخر يتحير فلا يدري بأي شيء يأخذ، وآخر يتمسك بشيء يرى فيه صلاحية له ثم يموت ما عداه من ذلك ويعاديه. كل ذلك من القصور وضعف البصيرة وضيق النظر. فتنبأ أيها الطالب بفهم ما ذكرناه التصفيات اللي سكنها فإنه مهم وعليه مضار كبير. قد وقع للسيد الشيخ أبي الحسن الشاذلي رحمه الله رضي عنه في بدايته تردد كثير بين أن يأخذ في العلوم وتشرد العبادات والسياحات حتى طال عليه ذلك، إلا أن قصد بعض الأشياء فأخرجه من ذلك التردد وقصة ذلك المشهورة كما خلق عن عبد السلام المشيخ. وكذلك حصل مثل ذلك وقرينه للشيخ الجليل عبد الله بن أسعد اليافعي الحضرمي رحمه الله قال فبينما أنا في ذلك يعني التردد بين الأخذ بالعلم أو التجرد العبادة والانقطاع إلى الله تعالى تناولت كتابا أنظر فيه فإذا فيه ورقة ليس منه ورقة دخلت ليس منه ولم أراها فيها من قبل مع كثر في الورقة مكتوبة للأبيات كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء إلى آخره. فتعلم بذلك أن ما ذكرناه يقع كثير لأهل البدايات أهل السلوك أهل الله في أوائل سلوكهم. وقد دخلت أنا دخلت على الشيخ الآن عارف بالله عبد الرحمن بن الشيخ عيد بعد فذكر لي أنه وصله كتاب من السيد الصوفي عبد الله بن محمد علوي المجاور مدينة الشريفة المنورة، وذكر له في ذلك الكتاب أنه شغلته مضاعفة الكتب وشدت عليه كتب ثم ما يدخل ولا شوية ما يقرأ القرآن. يقول الشيخ وشدت عليه ولفظ هذا معناه ثم قال عبد الرحمن ما تقول بأي شيء أكتب إليه فقلت له أنت أعرف فقال أرى أن أكتب له أن يترك مطالعة الكتب والإكثار منها. فوقع علينا أن الذي شكاه السيد عبد الله
مما يقع له عند مطالعة كتبه ما يرى فيها من طريق كثيرة، والأحوال متغايرة مما قد يحصل عنده بعض ما ذكرناه من التحير والتردد. وقد اجتمعنا بهذا السيد يعني سيد عبد الله المذكور عندما وصلنا إلى المدينة الشريفة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفنا إيانا لزيارتها، اجتمعنا به مرارا وجلسنا وانتفعنا بمجالسته، وهو سيد فاضل من أهل الانقباض والقبول، نفع الله به بسنته وسائر عباد الله. اللهم صل وفقنا لما يحب ويرضى، اللهم صل السداد والرشاد خير بلاد العباد. اللهم نسأل أن يجعلنا من الذاكرين المحبين، وأن يحشرنا يوم القيامة كشرح سيد الذاكرين